بالبشر. اوكي. طيب النهارده بقى خلينا نبدأ في بقية المادة التانية، وهنخش بعد كده في المادة الثالثة والرابعة ونشوف الترجمات بتاعت حضرتك. طيب عندنا أي فولنتير يقرأ لنا التكست المادة التانية بالعربي؟ خلينا نقرأ المادة التانية كلها على بعضها عشان برضو يحصل فيه كوهيجن كده. اتفضلوا. ممكن أقرأ يا دكتور؟ يا ريت اتفضلي. المادة الثانية بس. المادة التانية اه. تتولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة 28 من القانون المرافق المهام المنوطة بها وفقا لأحكامه، وتحل هذه اللجنة محل اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر المنشأة وفقا للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وتتولى جميع مهامها وتؤول إليها جميع حقوقها وموجوداتها ومستنداتها، وتتحمل جميع التزاماتها ويلغى كل حكم يخالف ذلك. اوكي تمام. طيب احنا اخدنا ترجمنا احنا الجزء الاولاني من ارتكل 2. انا عايزة بس اشير معاكم الترجمة بتاعتها. اوكي. وكان ترجمنا اول فقرة من المادة التانية، بس استأذن حضرتك ممكن تقريها لنا بالانجلش؟ Okay. The National Coordinating Committee for Combating and Preventing Illegal Migration and Trafficking in Persons, provided for in Art 28 of the attached law, shall perform the duties thereunder. اوكي. طيب انا كنت طالبة من حضراتكم ان احنا نترجم المواد الباقية، فاستأذنكم ناخد ترجمة الجزء الثاني من المادة الثانية. بعتهولي كده على الشات دلوقتي عشان نعمله ديسكشن ان شاء الله. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. مين؟ منا. تانية مدى، ازيك؟ بخير الحمد لله. معلش يا اوكي. دكتور، انا كان عندي بس مشكله كده، معرفش، حسيت وانا بترجم ان انا